البنات، كي راكم لاباس؟ الحمد لله. واش اخباركم؟ هزوا يديكم البنات، دعوه للوالدين. ربي يبارك في اعمارهم وصحاحيهم ويقدرهم ويكون في عونهم. ربي يحفظهم ويجبر بخاطرهم ويرزقهم احلى هديه في هذا العالم، زياره الكعبه الشريفه وقبر النبي محمد. واللي ماتوا ربي يرحمهم برحمته الواسعه ويرزقهم جنه الفردوس الاعلى لنا ولجميع المسلمين. نبدأ بسم الله وبالصلاة والسلام على رسول الله. البنات، جبت لكم تحلية جزائرية 100% من أصل قسنطيني. الاسم نتاعها بلوزة، مع بعض التغييرات بلمستي الخاصة أكيد كما تعودنا. مرحبا بكم البنات. أنا حضرت هاد التحلية بلانجاس معلب، تقدروا تستعملوا الأناناس كما تقدروا بلاش، بالماء والنشا والسكر برك. دونك في كاسرولة ما تلصقش راح نحط 2 كيسان من الماء تاع لانجاس، ونزيد عليهم 3 كيسان تاع الماء هكذا، ونزيد عليهم كاس سكر، ونزيد عليهم عصير ليمونه كبيره انا حطيت على شكل مكعبات كنت محتفظه به في المجمد. وراح نزيد 5 مغارف كبار نشا، بمعنى لكل كاس مغرف كبيره نشا. راح نخلط هذه المكونات كامل بارد في بارد، ونحطهم فوق النار مع الخلط المستمر حتى يعقدوا ويثقلوا. هنا عندي كميه ولا كاس من خليط المكسرات: لوز، زوز، بيستاش، بندق، اكاجو والزبيب. راح نطحنهم اخشان. البنات كي نقول لكم اقتصاديه معناتها تقدروا تستغنوا على هذه الكميه وتكتفيوا بالتزيين من الفوق فقط. وراح نشوفوا الخطوات المقبله. اذا راح نخلط بمغرفه تاع اللوح كما راكم تشوفوا حتى يعقد الخليط نتاعي ويثقل. في هذه المرحله نضيف 2 حبات مقطعين رقاق تاع لانجاس والكميه تاع المكسرات. البنات، الوصفه الاصليه فيها الزهر، وانا عوضته بالليمون. تجي هايله مع وخفيفه للسهرات رمضان، يعني تجي سوا سوا. هنا راح نعمر في الاكواب نتاعي. هادو انا خيرتهم كبار شويه، خرجوا لي سوا 6 اكواب، والنص اللي شاطلي حطيته في كاس صغير. بنيتي الحبوبه العزيزه ربي يخليها لي ان شاء الله. واذا حبيتوا تقلوا الكميه ما تقسموش المقادير البنات، من الاحسن استعملوا كيل اصغر من الكيل اللي استعملته انا. شوفوا البنات، شوفوا هذا التحليه ملكيه، جربوها بدون تردد كما راكم تشوفوا. هنايا تاني كنت قطعت لانجاس اللي بقى لي، وراح نوزعهم بالتساوي على الاكواب كما راكم تشوفوا هكذا. وراح نزين بنصف حبة كرز احمر باه نكسر هذاك اللون الابيض. وشوفوا لي هذاك الشكل الراقي والبنة العالمية، وتجي خفيفة وبنينة. واش نقول لكم، والقرمشة تاع المكسرات جربوها حبيباتي.